ايه الانشطه اللي ممكن تكون موجوده فيه؟ ذوي القدرات الخاصه مكفوفين صح؟ صم صح؟ تعالوا بينا نتعرف اكتر عن الانشطه دي. تمام، أول نشاط هو نشاط المكفوفين. في نشاط المكفوفين بنحاول نكون عيونهم اللي بيشوفوا بيها عن طريق توفير الصديق الأمثل للكفيف اللي بيساعدوا على قراية الكتب مباشرة، وبيتم كتابة الكتب على الكمبيوتر اللي طباعتها بتكون بطريقة برايل، وكمان تسجيل الكتب صوتيا واللي بتساعد الكفيف إنه يسمع الكتاب اللي يختاره، وكمان بنديهم دورات بالكمبيوتر. نشاط ذوي القدرات الخاصه بيقدم النشاط خدمات لذوي الاحتياجات الخاصه من خلال جلسات العلاج الطبيعي، التخاطب وتنميه القدرات الذهنيه. كمان بنعلمهم مبادئ الدين زي كيفيه الوضوء والصلاه وحفظ القران، ده غير الورش الفنيه والرحلات، وكل ده لمحاولات ادماجهم في المجتمع. نشاط الإعاقة الحركية، وده نشاط بيخدم كل فئات الإعاقة الحركية، وكمان بيخدم فئتين: الإعاقة الحركية بمختلف أنواعها والشلل الدماغي، وبيهدف النشاط لتوفير الدعم المعنوي والنفسي والثقافي لأصحاب الإعاقة الحركية. نشاط الصم وضعاف السمع بيساعد النشاط اطفال الصم وضعاف السمع تواصل مع الآخرين من خلال تعليمهم هم والمتطوعين لغه الاشاره عشان يتم التواصل بينهم بشكل اسهل واسرع، ده غير عمليات زراعه القوقعه اللي بنقيمها للاطفال. وبما اننا بنتكلم عن الاطفال دي، رحبوا معانا بعرض مميز لاطفال الصم وضعاف السمع.